يا بنت يا منال، هو ايه اللي بيحصل في أمريكا؟ هو انت يا اخويا متعرفش؟ طيب تعالى هنا وانا اقولك. بص، هقولك بس ما تروحش تقول لحد اني قلتلك حاجة، وربنا ازعل منك يا مدحت. في حاجة حصلت في امريكا امبارح ومش قادرة اشيلها لوحدي. في ناس كانوا نايمين في بيتهم، صحوا على الشرطة بتكسر الباب وتشدهم من وسط عيالهم. مش مجرمين، لأ، دول مهاجرين، بس مفيش إذن محكمة، مفيش ورق، مفيش قانون. فجأة البيت بيتحول لساحة حرب حرفياً. الناس نزلت الشارع في لوس أنجلس، قالوا لأ، مش هنعديها. قالوا مش هنسكت، مش كل مرة نبلع الظلم ونسكت. عارف ترامب رد بإيه؟ نزل الجيش. جيش 700 جندي من المارينز نزلوا كأنهم نازلين يحاربوا مش يساعدوا الناس. واللي أغرب إن حاكم كاليفورنيا نفسه رفع قضية ضد الحكومة، عايز يمنع تدخل الجيش وبيقول ده مش من حقهم. بس الدنيا ولعت، مش بس في لوس أنجلس، نيويورك، شيكاغو، أتلانتا، حتى سياتل. الشوارع بتقول جملة واحدة: اللي حصل النهاردة ممكن يحصل لأي حد بكرة. الدنيا ولع يا أخويا في أمريكا، ربنا يعديها على خير. يستاهلوا، هم أولاد حلال ويستاهلوا كل خير. بس عندي معلومة أجمد من كل ده، عارفة إيه؟ إيه يا مدحت والنبي يا أخويا ما تشوقني، قول على طول. لا، الحلقة اللي جاية مش هتقولي ولا أقول أنا. ما تنسوش يا أخواتنا لايك وشير وسبسكرايب وشاركونا في التعليقات.